في الجزء اللي فات من حكاية لو قاتل التنانين، شفنا بطلنا لو اللي حياته اتشقلبت من بعد اما كل الاكل الفاسد وبيلاقي بقى بيض التنين وبقى من المروضين وحاجة كده آخر جمدان يا صديقي. بس في الآخر بقى لما كان في المكتبة بيلاقي كتاب ذهبي كده بيلمع، فبيشيله علشان يبص ايه اللي جواه، بس بيلاقي بقى طويا الناحية التانية، فبيقول لها ياه ايه الصدف الجميلة دي، فبتقول له هو انت مفكرها صدفة؟ انا جاية هنا علشان اخلص عليك دلوقتي. فالمعلم بيقول لها طب ليه بس انا عملت ايه؟ فبتقول له الصراحة ما عملتش، بس وجودك هنا خطر عليا وكمان الناس بدأت تدور وراك وفي الاخر متأكدة انك هتفضحني. فالواد بيقول لها يا ست استهدي بالله، ربنا ما يجيب فضايح. فبتقول له خلاص اي كلمات اخيرة، بس المعلم بيقول لها لا يلا موتيني. بس ايه بقى اللي حصل بعد كده ده بقى اللي هنعرفه دلوقتي يا صديقي. بس الاول طبعا اذكر الله وصلي على النبي عليه افضل الصلاة وازكى السلام، وظبط بقى الدنيا كده وروق الكلام واشترك في القناة وارزع لايك للفيديو ويلا بينا نكمل يا صديقي. بنشوف المعلم له في قمة اليأس وبيقول لها يلا موتيني. فالبت بتقول له لا يا عم موتك ايه بس، وبتطلع اخت تويا التوأم وفي نفس الوقت استاذة الاكاديمية وحاجة كده يا حلاوة. بتقول بس ازاي سامعك يا صديقي المحقق، بتكلم نفسك دلوقتي وفي عقل بالك بتقول اختها ازاي بس، ده الاسماء متغيرة، يعني الاولى تويا فالكري ودي الاستاذة شينا نان، اخوات ازاي بقى؟ هو اي كلام بيتقال والسلام. فالح انت قوي. وهنا الصراحة طلعنا بمعلومة جديدة، وهي ان الصينيين لما بيولدوا توأم بيسموا واحد على اسم الاب والتاني على اسم الام، اما لو مولود واحد فبيتسمى طبعا باسم الاب عادي. فهمتك كده؟ اي خدمة يا عم، معلومات اهي بفلوس، قوم بقى تفشخر بيها على العيلة وادعي لي يا عم. وبعد كل الكلام ده الواد يا عيني كان لسه في صدمة، وده لانه فعلا اول مرة يعرف حاجة زي كده. فقالت له شينا بس انت ما تعرفش تفرق ما بيننا صح؟ هو انت مش جوزها يا ابني؟ فقال لها لا يا ست، لا جوزها ولا بتاع، دي بتحور عليكم، حتى اسأليها بنفسك. يا مغفل، بقى البت تهزك كده تنخ معاها؟ يا اخي عيب على الرجالة. المهم بقى المعلمة بعد ما قررت المغفل بتاعنا خدت بعضها وطلعت على القصر علشان تعرفهم بالحقيقة. يا نهار ابيض. بعد كده بقى ميرا بتطلع من هدوم الواد وبتقول له يلا علشان نروح نتدرب، فبياخدها هي وبلاك على هناك في الحال وبيتكلم مع حاله واذا كان اللي عمله ده صح ولا غلط. بس ما علينا، يعني بيبص على بلاك كده وبيقول له ثواني هعمل لك احلى درع يليق بيك يا باشا بدل ما انت ملت كده، وبيروح على ورشة الحدادة فعلا. بس الواد بقى بيتعب من اول دقيقتين، معلش بقى ما الصحة ما عادتش زي زمان برضه، وبيشوف درع جاهز جنبه فبيتخيل التصميم اللي عايز يعمله لبلاك وبيخلص فعلا وبيرجع يلبسه بقى الحلقة ديت على ديله وبيقول له الظروف صعبة بقى يا صديقي وانت عارف يعني. يلا ما علينا. وعلى صعيد اخر بنشوف الملك مجمع مستشارين والناس الحلوة الجميلة حواليه وبيقول لهم انا النهاردة واخيرا قررت اني اجوز بنتي للمرة التانية. فالكل بقى بيستغربوا، والستات بقى بنات عمامها وخالاتها فيها ناس شمتانين بس معلش غلبانين، ما يعرفوش ان اللي وراها وحش مهيمن مش مروض تنين واحد بس، لا ده بدل الواحد يا حبيبي اتنين، بلاك وميرا يا جدعان. والملك بقى بيعلن عن اسم الراجل اللي هيتجوز بنته واللي بيكون بقى شاورو يا صديقي، مش شاو لا، وانا عارف انك مصدوم وانا برضو زيك يا صديقي مصدوم، حتى شاو نفسه مصدوم برضو. وبيقوم بقى ولسه هيزعق للملك وبيقول له انت بتقول ايه، بس بيقول له ما تفتحش حنكك يا بجم، انت اللي انا اقول عليه هو اللي هيمشي وبس. وشاورو ده بيكون الشايب اللي جنب الملك دوت يا صديقي، هو نفسه اصلا ما بيكونش مصدق وبيقول لهم انا يا جدعان اكيد تقصدوا حد تاني صح؟ بس الملكة بقى بتقول له لا نقصدك انت يا ابن اختي الغالي. اهو انا كده فهمت، شغل قرايب وبتاع يا صديقي. بس احب ابشرك الجوازة ديت هتبوظ وهتقول ملك الانمي قال يا صديقي. بس ما علينا، البنات طبعا بتتصدم وده لان الجوازة دي هتعمل مشاكل. بس الملك بقى بيقول لهم هو ده اللي عندي، واي حد عنده اعتراض هفصل لسانه عن جسمه. هي مش كانت ودانه؟ فالواد بيقول لنا لا دماغه يا ظريف. في ايه يا عم انت، هو انت هتزعلي؟ ما هو اللي جوزها لواحد تاني وتجاهلك.
فبيقول انا هوريه. ايوه يا عم كسر عظمه وانا معاك وبشجعك. وبعد كده بقى الملك بيمشي وابن العريس بقى بيطلع يتكلم مع تويا وبيعرفها انه مش عايز الجوازه دي تتم زي ما انت كمان عاوزه بالظبط. فبتقول له بس ابويا اللي طلب مني وما اقدرش اكسر كلمته. فالمعلم بيقول لها لا، الاباء مهمين وكل حاجه، بس لازم يجي الوقت اللي فيها نكبر وهنتخطى المرحله دي. انا ممكن اساعدك في الهروب يا بنتي. فبتقول له لا مش ههرب انا. وبيتكلم معاها وبيحاول يقنعها بس ردها برضه كان لا. فبيتصدم الراجل وبيخلص الكلام بينهم على كده. وفي مكان تاني بنشوف المعلم لو اللي كان راكب على العصفوره وشكله كده بردان وبيكون معاه شويه من زمايله كده. ودلوقتي هم بقى في مهمه لجزيره جيجو. وبعد 7 ساعات بيوصلوا يا صديقي، اخيرا بقى بيوصلوا الجزيره وبيطلبوا من الراهب يوديهم لمكان الخطر بسرعه. ولكن المعلم بقى بيتهرب منهم وبيقول لهم لا مش هقدر، الجو بره ساقعه ومن اول النهار نبقى نشوف هنعمل ايه. وبعد كده بقى الليل بيجي وبيكون المعلم لو قاعد فوق كده بيتكلم مع نفسه وبيقول زمانهم دلوقتي عرفوا بعلاقتنا الحقيقيه انا وتويا وهيبعتوا الراجل المخيف ده يمرجحني. انا لازم ابقى اقوى. بس اثناء كده بتدخل عليه بقى المعلمه شينا وبتعرفه ان هي ما قالتش لاي حد على السر. فالواد بقى بيفرح وبيقول لها تمام. وفي صباح اليوم التاني الواد بيروح يتفقد مشكله الميه. بس اثناء ما كان ماشي بيهزر وبيضحك ولا فرقاله بيشوف كده خور، ايوه هو اسمه كده يا صديقي، بيكرسن الميه بقى من الفرع الكبير. وعايز اقولك ان الظاهره دي بالمناسبه ظاهره طبيعيه حقيقيه بتحصل في الاماكن الجبليه والاماكن اللي بيحصل فيها سيول كتير. والاسماء اللي ذكرناها بردك حقيقيه، معلومه كويسه جدا وتستحق اللايك. المعلم لوتيان بقى بيحب يروح ويشوف ايه الحوار ده وبيلاقي فعلا الميه متجمعه في المنخفض ده. وبقى الواد بيكون كده حل مشكله الجفاف المفاجئ وعملها لوحده يا صديقي. وده لان المطر اول ما بينزل بيجري في المسار الكبير ده ولما بيوصل للقرصان الصغير بيسرق منه كل الميه وبالتالي بيحصل جفاف في المدينه. تفسير منطقي جدا ويستحق اللايك تاني يا صديقي. وعايز اقولك الواد برضو كان فرحان جدا لانه اكيد هياخد مبلغ مالي محترم او ده اللي نفسه يحصل يعني. فهو اول ما بيرجع وبيعرفهم انه عارف السبب خلاص وبيطالب بقى بالمكافأة. فالراجل المسؤول فضل يحور عليه ويتوه في الكلام علشان في الاخر ياخد هو الجايزة لنفسه. بس لو بقى ما بيركزش معاه وكلامهم بيخلص على كده. وبعد 5 ساعات بالظبط واثناء ما فيلق الاستطلاع بيكونوا خلاص راجعين، العدو بقى بيهاجم المدينة وبيحاولوا يحتلوها. والطلاب طبعا نفسهم يشاركوا وبيتكلموا مع شينا في الموضوع ده لانها الوحيدة اللي ليها كلمة تمشي يا صديقي. بس هي بقى بتقول لهم ان اكاديميتهم ملهاش علاقة بالموضوع ده ومش لازم يتدخلوا ويستخدموا قوتهم في حاجات زي دي. وبيتكلموا معاها بقى وبيحاولوا يقنعوها ولكنها بقى مثبتة على رأيها يا صديقي وبتقول لهم احنا ملناش دعوة بالكلام ده، يلا هنمشي. واثناء كده الحجارة اللي كانت محطوطة على المية بتتشال والمية بتنزل على جنود العدو وبتدشملهم. واللي هو ايه ده طوفان ده ولا ايه يا جدعان؟ والعيال بيقولوا لها شفتي الحمد لله جت من عند ربنا. وساعتها بقى المعلمه بيجي لها نبأ عاجل فبتاخد لو والقائد معاها وبيرجعوا على المدينه بسرعه وبيلاقوا بقى المجنون شاو شغال حرق وتخريب ودمار في المدينه ولا حد فارق معاه. يا ابن الايه بقى كل ده علشان الملك مرضيش يجوزك بنته؟ يا نهار ابيض. بس لو بقى ما كانش فاهم ايه اللي قلبوا عليهم كده وبيقول له ما انتش عارف انا بعمل كده ليه؟ ما انت غلبان. تخيل ان انت تكون شغال عند ناس عبد زي البقرة والحصان وفي الاخر هم يرموا بنتهم اللي انت بتحبها وبتخدم عيلتها اصلا علشانها. قول لي لو انت مكاني هتعمل ايه؟ اقسم لك اني هدفعهم تمن العمر اللي راح في الخدمة وهبكيهم بدل الدموع دم. ما تفتكرش علشان بكلمك بس كده اني هسيبكم، لا تبقى غلطان. والقائد بقى بيهاجمه بالنسر بتاعه بس ده تنين احنا هنهزر بياكل دماغه طبعا. كان جعان بس يا صديقي ما تركزش بقى ماشي. وتنين المعلمة شينا بيحاول يعمل اي حاجة بس بره المية قوته ملهاش تأثير خالص وبالعكس ده الآنسة شينا بتتأذي من تلقاء نفسها. وبيقول له دورك بقى ما تفكرش اني هرحمك، تبقى غلطان يالا. جعفر ولع فيه. ثواني يا معلم تولع في مين؟ ده ميرا موجودة حزين.
وبتهجم عليه بقى وبتفتح له العين اليمين، وبعد كده بقى بتهاجم جعفر وبتسلسله بالجليد. وايوه رسميا كده ميرا عدت مرحلة الطفولة وبقت اخيرا شابة. بس الغريب هنا بصراحة ان شو على الرغم من الوضع المأساوي اللي هو فيه دلوقتي بيضحك لهم وبيستهدف القائد كوكي، هو اسمه كده عادي يا صديقي مشيها. وبالفعل بقى بيظهر وحشه التاني واللي من ظهره بيطعنه، بس ميرا بقى بتحاول تجمده بس حرارة جسمه بتدوبها. فطبعا ميرا ما قدرتش تعمل حاجة، فمين ده اللي هيعرف يعمل؟ بس وفي هذا الموضوع ما عادش نافع غير حل واحد، واللي هو يهرب يلا. وبيحاولوا بقى ان هم يرجعوا الاكاديميه علشان يلاقوا دعم من الطلاب. بس تفتكر ان السلمندر البري ده هيسيبهم يا صديقي؟ لا ابدا خالص، بيهجم عليهم بقى وبيكون خلاص هيخلص على الكل. بس تنين المعلمه شينا بيتصداله، وشينا بقى بتنزف احمر كده وبيغمى عليها، والتنين فضل مانع طريقهم. بس لو بياخد الكل وبيهرب من المكان يا صديقي. فشاو بقى بيتعصب جدا وبيرمي التنين في الميه وبيكمل سكته وراهم. وعند البحيره الملكيه بقى بنشوف البت نونا وهي بتعتني ببلاك وبتتخانق معاه لانه مش عارف يصطاد ولا سمكه، وبتقول له يا خساره اللحم اللي طفحتهولك. فبيخرج لها بلاك من الميه وبيشتمها يا صديقي. وفي اثناء كده تنين المعلمه شينا بيقع عليهم. بس مش دي المصيبه، لا ده التعابين ومفترسين اللحوم بيتلموا عليه علشان ياكلوه. بس تفتكر يا صديقي؟ لا ما تفتكرش. بلاك بيخلص بقى واحد واحد ولا فرقه معاه، كبير بقى صغير تخين رفيع، الكل بيموت يا ولداه. وبيروح بعد كده بقى يطمن على معلمه واللي بيكون لسه عايش بس حالته الصحيه مش قد كده. ونونا بقى بسرعه بتروح كده علشان تجيب المساعده. وبعد كده وفي مكان تاني كان المعلم لو وصل شينا لعند المعالج دوت وعرفه بكل اللي حصل معاهم بالظبط. بس الفكره بقى انه علشان يبدا في علاجها لازم ياخد تصريح من العميد نفسه. بس لو بقى بيقول له يا عم ابدا وانا هبلغ العميد بحالتها الصحيه وان شاء الله ما يحصلش حاجه وحشه يعني. فالمعلم بيقول له خلصانه. بس قبل ما يمشي بيدخل عليهم المعلم كوكي وبيعرفهم ان نونا جت وبتقول ان تنين المعلمه شينا في خطر ووحش صغير هو اللي بيتولى حمايته. ولو بقى على طول بيفهم ان قصده على بلاك، فبيروح بسرعه هو وميرا وبيوصل لهناك فعلا. وساعتها بقى ميرا بتخلص على اخر مفترس ولو بياخد بلاك وبيمشوا. ونونا ساعتها بقى بتحضر له اكل وما بتكونش مصدقه انه كبر بالسرعه دي. والمعالج بيعالج حاكم البحيره وبيطلب من نونا تروح برساله للقصر الملكي الحاكم. فبتقول له تمام يا عم خلصانه. وبالفعل بتروح هناك بسرعه كبيره. ولو بردك في نفس الوقت دوت كان رايح مع ميرا على القصر الملكي، بس بيتفاجئ ان في حراسه كتير في السماء والناس دول بيوقفوه وبيقولوا له انزل على الارض هنستجوبك حالا. والمعلم بينزل على تحت وبيلاحظ ان الاجواء مشحونه، لا وكان في حفل زفاف في المكان. والحراس بقى بيفتشوه، لا وكمان بيهزقوه علشان ازاي يعني يطير من فوق موكب الاميره تويا. فبيقول له انا من اكاديميه ترويض الوحوش وحاليا عايز اروح للقصر الملكي. فبيرجع له القلاده وبيقول له لا تروح فين يا حبيبي اخلع يلا من هنا، وبيرموه في الغابه. وساعتها بقى بيكلموا بعضهم عن جواز الاميره وان الملك طلب منهم محدش من اكاديميه ترويض الوحوش يدخل. بس ايه السبب معرفش يا صديقي، بس هنعرف قدام ان شاء الله. والواد بقى بيكون ماشي في الغابه وبيقول كده في عقل باله الناس دول اكيد مخبيين حاجه. وفي مكان تاني يا صديقي بنشوف الملك بيرحب بامير مدينه تانيه وبيقول له احنا كلها كام يوم وهنكون عائله واحده، ابنكم هيتجوز بنتنا. وبيطلع ان الملك كان عامل حوار ابن خالتها ده بس علشان جنود المملكه ما يسربوش المعلومات بره القصر. فبيقول له احب اصلح لك كلامك، احنا مش جايين علشان موضوع الجواز، لا انا بتكلم في حوار جد. وبيرمي الصندوق على الارض وبيقول له فين الملكه مراتك؟ احنا اتكلمنا معاها واتفقنا على كل حاجه، فين بقى اتفاقيه الاربع مدن اللي احنا هناخدهم هديه الخطوبه؟ والملكه بقى بتظهر وبتقول له بس احنا ما اتكلمناش في حاجه زي دي، احنا اتفقنا كان نظبط العلاقه ما بين البلدين بالجواز ده، لكن ما جبناش سيره اربع مدن ولا يحزنون. فبيقول لها لا يا عمري انت كده فاهمه غلط وانا ما احبكيش تفهمينا غلط. بس الملك بقى بيتعصب وبيقول له انت بتتكلم بوقاحه كده ليه؟ انت مجرد مرسال يالها. فابن خالته بقى بيقول له عندك انت يا امبراطور، احنا اكيد مش هنوافق على العقد ده علشان السلام، ولعلمك احنا مش خايفين منكم، احنا عندنا مروضين تنانين اشداء بياكلوا الزلط، وان بس حطيناكم في دماغنا فساعتها انتوا هتكونوا كلاب مشردين في كل مكان. فبيقول له يا جدع فين القوه اللي انت بتتكلم عليها دي لما انتوا مش عارفين تتغلبوا على شويه مافيا من غفر السواحل؟ يلا حدود
بلدكم الغربيه والشرقيه كلها مش تحت سيطرتكم، وشويه عيال مالهمش لازمه مركبينكم المرجيح. فالملك بقى ورجالته بيتعصبوا وعلى طول بقى بيرفعوا عليهم الاسلحه وبيقولوا له خلي بالك من كلامك لا نخلص عليك دلوقتي. فالمعلم بيقول لهم لو رجاله اعملوها يلا انا قدامكم اهو. فالرجاله بقى بيتنرفزوا من كلامه ده، بس للاسف محدش بيجرؤ يلمسه. وساعتها بقى بتدخل الاميره تويا وبتقول له تانج انت عامل نوش ليه؟ شوف انا جايبه لك ايه يا حبيبي. فبيقول لها انا عايزك انت يا احلى هديه في الدنيا. بس لو بقى بيرميها له، والراجل اول ما بيبص فيها بيتصدم، دي راس واحد من رجالته يا صديقي. يا ترى بقى رد فعله هيكون ايه؟ ويا ترى لو ناوي على ايه هو وتويا؟ عايز اقول لك بقى ان الاحداث بتزداد حماس، وعلشان يوصلك الاحداث الجديده اول باول ظبط بقى الدنيا كده وروق الكلام واشترك في القناه وارزع بقى اللايك الجامد، والاهم طبعا اذكر الله وصلي على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام. وبس كده، سلام يا صديقي.